مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى، مواصلين معكم نهار اليوم. وجهتنا تو باش تكون بنقردان، تحديدا معبر راس جدير اللي يشهد يعني توتر في الأوضاع، وهناك اعتصام انطلق منذ أيام بين بنقردان ومعبر راس جدير. الوضع يعني يتطلب حلول جذرية كما سمعناها من يعني معتصمين، من شباب، من تجار من مدينة بنقردان. شنو اللي يلزم يتعمل توا بالضبط حتى نتوق المسألة، حتى الوضع ما ينفجرش، حتى نشوفوا الحلول هذه، وخاصة في مسألة التجارة وسيولة البضائع بين البلدين، بين تونس وليبيا. نشوفوا رأي السلطات الجهوية في هذايا، وشنو يعني اللي قامت به السلطات حتى يقع حل الملف هذايا. معنا سيد المعتمد الأول لولاية مدنين سي محمد الجيلاني الشعيبي. سيد المعتمد الأول، أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الخير أخت سعاد، وشكرا لك ولإذاعة التطاوين ولكافة المستمعين على هذه الدعوة. مرحبا سيد المعتمد الأول. كان من المفروض أنه نهار الاثنين اللي فات معبر راس جدير ترجع فيه الحركة التجارية، ونأكد على التجارية عادية، لكن ما راعنا أنه المسألة هذه ما تمتش. علاش؟ أول حاجة بعد ما سمعنا الأخبار ووصلت الأخبار للتجار والأهالي بنقردان أنه نهار الاثنين باش ترجع المسألة عادية، علاش ما رجعتش الحركة التجارية؟ شكرا. هو في الحقيقة احنا واعيين تمام الوعي بأنه معبر راس جدير يمثل شريان حيوي لكافة متساكني ولاية مدنين، وبالتحديد وبالأخص متساكني معتمدية بنقردان، باعتبار أنه الحركة التجارية بين تونس وليبيا هي تمثل العمود الفقري لاقتصاد هذه المنطقة. نعم. ولذلك احنا نتفهم حالة الاحتقان التي عاشها عدد كبير من سكان معتمدية بنقردان، وتجاوبنا معها تجاوب إيجابي بالاتصال بالأشقاء الليبيين ومحاولة البحث عن حلول تيسر عملية انتقالهم بين البلدين الشقيقين وتسهيل سيولة المواد التجارية التي يتعاطونها. نعم. في هذا الإطار قمنا بمساعي عديدة مع هؤلاء الأشقاء، وشاركنا فيها المجتمع المدني، خاصة من أبناء من نشطاء المجتمع المدني ببنقردان، وعقدنا معناها لقاء آخر لقاء عقدناه يوم الخميس الفارط، يوم 21 أفريل، واتفقنا فيه على أنه العملية تم تسهيلها ويتم تقديم مساعدات والتسهيلات للجانبين، الليبي والتونسي، باعتبار عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والتونسي. ما ينجمش حتى طرف من هذين الطرفين الاستغناء عن الطرف الآخر. أكيد. وهذا الاتفاق كان من المنتظر معناها الانطلاق في تنفيذه يوم الاثنين 25، ولكن معناها اللي كنا ننتظره في استئناف تدفق السلاح بصورة سلسة، ولكن يبدو أن أسباب فنية من الجانب الليبي أخرت. أسباب فنية يبدو أن أسباب فنية. لكن رغم ذلك حوارنا مع الأشقاء الليبيين متواصل على مستويات مركزية وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى محلي، وبالاستعانة بأطراف عديدة من المجتمع المدني، وأملنا كبير في أنه هذه الصعوبات باش تزول. هي صعوبات ظرفية متأكدين منها، وإن شاء الله تزول في أقرب وقت ممكن. نعم، خاطر احنا تو الأسباب الفنية والعطب اللي يعني كان نتحدث عليه الجانب الليبي في مسألة يعني تنظيم الدخول، كان زاد صرح حافظ معمر الناطق الرسمي باسم معبر راس جدير انه هذا العطب وقع تجاوزه. كان معايا انا شخصيا في حصة فايتة، وقال انه بالحرف الواحد انه المسألة ترجع للدولة التونسية اللي عليها ان تتفاوض مع الجانب الليبي، الدولة الليبية او على الاقل الحكومة اللي موجودة حاليا في طرابلس، حتى يقع ممكن تسوية المسألة يعني دولة لدولة. هل انه المسألة هنا تتجاوزكم انتم كسلطة جهوية وترجع للمركز، ترجع للحكومة، للوزارات المعنية، اذا كانت وزارة خارجية والا وزارة داخلية، والا انه المسألة بالامكان يعني حل هنا على مستوى جهوي بين ولاية مدنين وبين اشقائنا في ليبيا اللي هم قايمين بتسيير المعبر من الجانب الليبي؟ أكيد احنا في ولاية مدنين احنا جزء من الجمهورية التونسية، وكل عملنا يكون تحت مظلة الدولة التونسية والسلطة المركزية في تونس، واللي هي ما هيش مقصرة في التواصل مع الجانب الليبي. ولكن لا يخفى على أحد
الاوضاع في القطر الليبي الشقيق. احنا من جانبنا ما تقصرناش في التواصل، على الاقل من جانبنا في التواصل مع اطراف يطغى عليها البعد غير الرسمي، باعتبار انه الجانب الرسمي تتكفل به وزاره الخارجيه من الطرفين، ولكن نحن رغم ذلك قمنا بمساعي بتشريك المجتمع المدني، بتشريك بعض الاطراف الليبيه المؤثره على الحدود مع الجانب التونسي، وسعينا بذلنا كل ما في وسعنا لتسهيل هذه الوضعيه، ولكن ديما نحن متفائلين لاني نعتبر ان صعوبات ظرفيه، وفي القريب ان شاء الله في الايامات القريبه عندنا امل في انها تزول العراقيل وتستأنف النشاط وتستأنف الحركه الى طبيعتها كما تعودناها بين البلدين. واحنا هذا هو اللي نتمنوه، لانه تعرف تو ثم اعتصام موجود، ثم يعني حاله من الاحتقان والتوتر بين في وسط التجار. نحن نتمنوا انه المساله هذه ما تتصاعدش اكثر، ولكن احنا باتصالاتنا مع المعتصمين مع التجار هذوما يعني لمسنا انه المساله يعني معناتها ما زلت الحلول ماهيش واضحه والحاجه. ويقول لك انا يا خويا تمسيت في قوت صغاري، هذايا معناتها المنفذ الوحيد اللي انا نعيش به صغاري ونعيش به عائلتي الكل. لما يتقص هذاك كيفاش انا باش نعيش وهنا نحمل الدوله؟ ونحكي لك طبعا انا على لسانهم هما، يقول لك انا هنا نحمل الدوله المسؤوليه، يا اما تلقى لي حل في بلادي اللي انا نجم نستغنى به على المعبر وعلى التجاره مع ليبيا يعني تماما، والا تخلينا يعني تشوف تتحمل الدوله مسؤوليتها وتشوف الحل مع الاخوه الليبيين. نحن طبعا بن قردان انك تعرف الوضع الامني زاد سيد المعتمد لول، وبعد 7 مارس يظهر لي المساله في بن قردان اختلفت على ما قبل 7 مارس. فالاولى انه التوا في بن قردان نوجدوا الحلول هذه، معناتها حتى الناس اللي تصدت للارهابيين ساعه يعني حتى يعني تقديرا ليهم وحتى مساعدتهم، وحتى في ان شاء الله لا قدر الله يعني احنا حاربنا مع الارهاب ما زالت مطوله، لا قدر الله مره جايه زاد يكونوا بنفس الحماس في التصدي للعمليات هذه كما يعني شفناها في 7 مارس. هو في الحقيقه ما نختلفوش ابدا على شجاعه اهالي بن قردان وعلى دورهم الوطني في 2 مارس وتجلى اكثر في ملحمه 7 مارس، وهذا ما هوش غريب على اهالي بن قردان اللي معروفين تاريخيا بوطنيتهم وغيرتهم على بلادهم وعلى دولتهم. واحنا متفاهمين ونتعاطى معهم ايجابيا حول قيمه المعبر الحدودي راس جدير اللي هو شريان حيوي لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحاضر، خاصة وأن ما يخفاش على أي أحد الإمكانيات المحدودة للدولة التونسية اللي ما عندهاش عصا سحرية باش تجد حل بديل فوري وسريع جدا، ولكن ثم تفكير من الدولة في إيجاد حلول على المستوى المستقبلي، على المستوى المستقبلي المتوسط، من خلال المنطقة اللوجستية، من خلال المنطقة الصناعية اللي إن شاء الله معناها تتم في أحسن الظروف في أقرب الأجال. ورغم ذلك نبقى دائما نسعى ومتفائلين بأن الإشكاليات الموجودة على المعبر راس جدير هي إشكاليات ظرفية وستعود بفضل الحوار وبفضل تفاهم كذلك الأخوة الليبيين متفاهمين في الحقيقة. يعني حاليا ثم حوار متواصل، الحوار متواصل حاليا موجود الحوار مع الأخوة الليبيين في قنوات متعددة. واحنا كما قلت منذ حين نحن متفاهمين لحالة الاحتقان ونتعاملوا معها كما يجب، ولكن الدولة التونسية من جانبها تقوم بواجبها، ولكن ما عندهاش سلطة على الأشقاء الليبيين. الأشقاء الليبيين عندهم كذلك ربما ظروفهم وعندهم أسبابهم اللي تخلي ربما بطء في عودة المعبر إلى سالف نشاطه بصورة طبيعية. وكيفاش باش يقع كسلطة جهوية ومحلية تعاطيكم مع الاعتصام اللي موجود توا ومع تعطيل الحركة بين البلدين؟ يعني هناك سيارات وشاحنات يقع إرجاعها سواء من الجانب التونسي ولا من الجانب الليبي. آخر معلومات عندي أنه أول أمس معناها نهار الثلاث اللي فات ثم حالة احتقان شديدة. أمس الصباح
ثم حالة احتقان خفت، ولكن توازلت يعني الاخوة البنجردانيين متفاهمين، يعرفوا الحقيقة، يعرفوا ان احنا ماناش مقصرين، احنا نبذلوا كل مجهوداتنا، ولكن الحل ماهوش في ايدنا، احنا وحدنا. اتصلتوا بالمعتصمين سيد معتمد الأول، حكيتوا معاهم؟ عندنا السيد المعتمد على عين المكان، معناها اتصل ويعلمنا بكل المستجدات، وثم تفهم من الإخوة من أبنائنا في بنجردان، ولكن هذا التفاهم ربما فيه يشوب بعض الاحتقان، والاحتقان هذا مفهوم ومبرر بالنسبة لهم، ورغم احتقانهم ورغم حالة الغضب اللي يبداها البعض منهم، ولكن هناك تفاهم للدور الذي تقوم به الأطراف التونسية من أجل حل هذا الموضوع. احنا شفنا برشا زيارات يعني لوزراء بعد 7 مارس البنجردان والولايات مدنين عموما، ويعني الزيارات تم منها يعني قرارات هكا واقعية فعليا نجموا احنا نقدموها للناس في بنجردان. ثم قرارات اكيد جدا. السيد الوزراء لما جاءوا كل وزير جاب مجموعه من القرارات، ولكن القرار شيء وتنفيذه لابد، هذا هو التنفيذ لابد من وقت. ما ثماش كما قلت منذ حين، معناها ما ثماش عصا سحريه، هناك قرارات وهناك جديه في تنفيذ هذه القرارات، ولكن يتطلب الامر بعض الوقت وبعض الترتيبات وبعض الاجراءات القانونيه. ما هو سيد معتمد الأول توا الوزير يجي يعمل زياره نتاعو، يطلع يشوف يجيب معاه اذا كان ثم قرارات والا اجراءات والا وعود، ويرجع للوزاره نتاعو يعني ليشوف مسائل اخرى في ولايات اخرى في معتمدات اخرى. تبقى السلطه الجهويه هي اللي في الواجهه، هي اللي المسؤوله الاولى المباشره مع الاهالي ومع الوضع المحتقن لهنا. فيعني معناتها هيك علاش احنا ديما نمشوا للسلطه الجهويه، للوالي، للمعتمد الاول، للمعتمد في بنجردان، فلانهم هم في الواجهه في التعامل مع المساله هذه. هذا اكيد، ولكن السلطه في تونس هي متضامنه بين ساعات نحس ان السلطات الجهويه الصلاحيات نتاعها المحدوده هي اللي تقبلها انها تتعاطى وتجد حلول يعني جذريه وفعليه. وهذا علاش احنا باقيين ديما بإشراف السيد الوالي هناك متابعه متواصله لتنفيذ الوعود حول المشاريع التي تم اعلانها، وهي مشاريع عديده وفي مختلف القطاعات، وتم اعلانها رسميا بحضور وسائل الاعلام، بحضور المجتمع المدني، بحضور المواطنين من طرف الساده الوزراء. والمشاريع هذه كما قلت سيادتك من شويه تحب لها شويه وقت أكيد. والناس توا تحب حلول توا يقول لك انا اعطيني اليوم شنو نوكل صغاري. احنا واعيين اني ربما اسهل حل واسرع حل هو عوده النشاط على معبر الرجل. هنا المشكل، لانه تعرف بنجردان في كل وين ما يقع اغلاق المعبر، وخاصه طول الفتره هذه، واحنا المره هذه من 7 مارس من عمليه الارهابيه في 7 مارس الى اليوم معناتها المعبر مغلق. بون الاسباب يعني لسبب او لاخر من تونس والا من ليبيا، هذا ممكن ما يعنيش المواطن برشا، المواطن يعني السيوله نتاع التجاره نتاعو والعمل نتاعو يمشي في بنجردان في كل وين ما يقع التضييق على الحركه التجاريه تحتقن المدينه. وبشويه بشويه نتذكروا احنا في رمضان 2010 واحنا على ابواب رمضان سيد معتمد الأول. انا ما نختلفش معاك تماما، باعتباري قبل ما نكون معتمد اول انا مواطن تونسي ونحس بالمعاناه اللي يعيشها المواطن التونسي نتيجه ربما ضعف البنيه الاساسيه، حاله البطاله، عطاله الشباب وخاصه من اصحاب الشهائد العليا، ولكن في نفس الوقت نعرف الامكانيات المحدوده للدوله التونسية واللي ما تنجمش تحل المشاكل بطريقة سريعة جدا، ولكن لابد من شيء من التفاهم. الوطنية هي كما ندافعوا على البلاد، كذلك لابد أن نتفاهم ظروف البلاد كذلك. والمواطن عنده الحق، والدولة يلزمها شوية وقت، ويلزمها صحيح لابد من الجدية، لابد من العمل، لابد من المصداقية في تنفيذ الوعود، وهذا ما نسعى له احنا. والسيد الوالي حريص كل الحرص على أنه كل وعد يتم اطلاقه في ولايه مدنين لابد باش يتنفذ ويبقى ويتابع، معناها متابعه تكاد تكون يوميه، معناها للمراحل التي قطعتها ربما المشاريع في مختلف مراحل اعدادها وربما تهيئه المجال لتنفيذها عمليا. حتى نختموا سيد معتمد الأول، نرجع
الى معبر راس الجدير، لهنا المشكل ولهنا المعضله حاليا. يعني انت باش تتوجه للناس في بنقردين، باش تتوجه للمعتصمين، شنو تقول لهم ويعني وين ماشيه الامور حسب رايك انت؟ انا كل اهالي بنقردان وكل اهالي مدنين اللي هم معنيين بالمعبر، ربما بنقردان هي بنسبه كبيره 80 و 90%، ولكن كامل مناطق ولايه مدنين معنيه، وحتى خارج ولايه مدنين شان كل الولايات. هو المعبر يعني ما يهمش كان ولايه مدنين، يهم ممكن تونس الكل، لانه المعاملات التجاريه تتم يعني من الولايات الكل. نعم، انا اقول لهم من حقهم باش تعبروا على سياكم، من حقهم باش تطالبوا، من حقهم باش تحرصوا على أن تنالوا خبزتكم بعرق جبينكم بمجهودكم في إطار معناها القانوني. والتجارة هي شكل من أشكال هذا العمل القانوني، سواء تجارة داخلية أو تجارة مع الأشقاء الليبيين أو غيرهم. احنا نتفهموا مشاغلكم، نتفهموا تطلعاتكم، احنا نتضامنوا معاكم، ولكن ماناش مقصرين، قاعدين نحاولوا، قاعدين نسعوا ونأملوا كل الأمل باش نوصل حلول في أقرب وقت ممكن. وتونس في حاجة لكل أبنائها شوية صبر، نصبروا عليها، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل يكون أفضل. يعني المشكل مش من الجانب التونسي، المعبر في جانب التونسي شنو أمور؟ احنا من الجانب التونسي الاشقاء الليبيين يعيشوا في تونس كما لو انهم توانسه، بالعكس الكثير يدخلوا عائلات توانسه، يقعدوا مع التوانسه، يخلطوهم في مختلف مجالات الحياه ونتعاملوا معهم باعتبارهم توانسه. شويه صعوبات من ليبيا، ما هيش صعوبات معناها ناتجه عن سونيه او غيرها، ولكن صعوبات الله غالب. هناك واقع احيانا يفرض روحه. يبدو انه مش الصعوبات مش فنيه فقط، يبدو انه المساله سياسيه، وممكن تنجم تكون زاده امنيه من جانب الليبي، وخاصه سياسيه. نعرف الوضع السياسي اللي يعني فيه برشا اشكاليات في ليبيا. والله ما عندناش مشاكل، انا نعرفه انا شخصيا ما عندناش مشاكل لا سياسيه. لا نحكي لك على ليبيا شؤونها، نحكي لك على الجانب الليبي، انه يظهر لي المساله ماهيش فنيه فقط. نتصور يعني هناك اشكاليات ممكن سياسيه في من يسير المعبر، في بعض الامور التنظيميه. ما نجمش ندخل في الجزئيات المتعلقه بالاشقاء الليبيين، ولكن انا اللي ناكده انه ثم تجاوب من خلال الحوارات معهم، ثم تجاوب ايجابي جدا، ثم تفهم الاخوه الليبيين، وثم استعداد للتعاون وربما التنسيق المشترك. بعض الصعوبات الظرفيه ان شاء الله تزول في اقرب وقت. هو هذه الكلمه السحريه اللي قلتها انت توا سيادتك، التنسيق المشترك، سواء على مستوى مركزي والا على مستوى جهوي والا على مستوى مدني. ان شاء الله في اقرب وقت ممكن معناها تتذلل الكثير من الاشكاليات اللي في الحقيقه ما عندناش اشكاليات احنا مع الاشقاء الليبيين، ولكن ربما كما قلت في البدايه اشكاليات فنيه تتعلق بالاخوه الليبيين ان شاء الله تذلل في اقرب وقت، خاصه انهم ابدوا كل استعدادهم وكل تفهمهم باش يتعاونوا معنا بما فيه المصلحه المشتركه للشعب المواطن الليبي والمواطن التونسي. هذا هو. شكرا لك سيد المعتمد الاول لولايه مدنين سي محمد الجنيني الشعيبي على تلبيتك دعوه اذاعه تطاوين. يعني الحقيقه حكيت معنا بكل صراحه، وما عندك متخبي يعني على الاخوه في بنقردان. هذا هو شنو الموجود، هذا هو اللي ثم توا، يعني تحمل مسؤوليه من الاطراف الكل، سواء من الدوله التونسيه والا من المجتمع المدني في تونس والا من الاخوين التجار زاده في بنقردان. ان شاء الله كما قلت انت الحوار يوصل لنتيجه مع الاخوه الليبيه، مع تشديدنا على انه الدوله التونسيه تتحمل مسؤوليتها في المجال هذايا وتوجد الحلول، وتحط يعني في اعتبارها انه ثم ناس مصدر رزقها الوحيد هو معبر راس الجدير، في انتظار ايجاد طبعا مشاريع وايجاد يعني طرق اخرى للاسترزاق في بلادهم نجم يخليهم يستغنوا تماما على الطريقه هذه مع يعني التجاره مع ليبيا. شكرا اخت سعاد، وشكرا لكافه مستمعي اذاعه تطاوين. نهارك طيب، في الامان.